السؤال: كيف تكون المنتخب السعودي؟ ازاي وصل الى هذا المستوى؟ نتمنى لهم يا رب الاستمرارية. الاتحاد السعودي تعاقد مع هيرفي رينار في يونيو 2019 لمدة 3 سنوات. لمدة 3 سنوات يعني لغاية 2022. من 4-5 شهور جددوا عقده لمدة 5 سنوات قادمة. يعني بالبلدي عاش مع هذا المنتخب 3 سنين قبل مباراة الأرجنتين بتاعت النهاردة، وهيعيش لسه معاهم 5 سنين أخرى. نحن نتحدث هنا عن الاستقرار، نتحدث عن كيفية ان احنا نجيب مدير فني على مستوى عالي ثم نحدث الاستقرار. احنا عندنا هنا من 2018، معلش انا هربط يعني، من 2018 ل 2022 4 سنين 4 مدربين. بدأنا بأجيري، ثم حسام البدري، ثم كارلوس كيروش، ثم إيهاب جلال. يعني 4 سنين، والخامس هو فيتوريا اللي أعلن اتحاد الكورة إنه هو هيستمر معانا 4 سنوات. إذا 4 سنين ب4 مدربين لا يمكن على الإطلاق إن أنت هتحقق نتيجة حقيقية. لو رجعنا لأيام كوبر قعد معانا شوية حلوين، 3 سنين ونص تقريبا. جه في مارس 2015، مشي في أغسطس 2018. نتيجة الاستقرار ده إيه بقى؟ وصلنا نهائي أفريقيا بعد ما غبنا دورتين ورا بعض، وأيضا تأهلنا إلى نهائيات كأس العالم، لأنه الراجل قعد معانا 3 سنين ونص. ده معنى كلمة الاستقرار. تختار مدير فني على مستوى كويس وبعدين تديله الوقت والفرصة عشان يشتغل. هذا أمر. الأمر الثاني المهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية اللي احنا لسنا نشف فيه وما زلنا وسنظل نتحدث عن قطاعات الناشئين، وإزاي أبني المنتخبات من السن الصغير عشان أوصل بيهم للمستوى اللي احنا شفناه النهاردة. اللي انت شفته النهاردة دي عملية مش بسيطة، ده مش جاية صدفة على الإطلاق. وأعدد لك بقى المنتخبات الناشئين في السعودية. منتخب السعودية اللي احنا شفناه النهاردة ده اشتغل في قطاع الناشئين في الأندية، وبالتالي المنتخبات بتاعت قطاعات الناشئين. يعني منتخب السعودية للناشئين تحت 17 سنة وصل لنهائيات آسيا اللي جاية، اللي هو 2023 في أوزبكستان إن شاء الله. هذا أمر. المنتخب الأولمبي فاز ببطولة آسيا 2022، وبالتالي رايح دورة باريس الأولمبية مع المدرب سعد الشهري اللي هو كان ماسكهم مع منتخب الشباب. يعني شيء عظيم. وكان معاه منتخب أولمبي اللي فات اللي وصل دورة طوكيو الأولمبية. كل دي أرقام. وصل كاس العالم للشباب 2017. ده يقول لك إيه؟ ده يقول لك إن أنت بتشتغل مع القطاعات صغيرة السن. كمان السعودية اهتمت جدا بتطوير المدربين نفسهم، وبيطلعوا فترات معايشة في الخارج مع الأندية الأوروبية بتأهلهم. أنت يا سيدي ما أنتش قادر تطلع بره، هات خبراء، هات خبير أو 2 على مستوى عالي ولم المدربين واعمل لهم هنا كورس كبير. أنت لغاية النهاردة عندك مدربين بيقعدوا في المدرج عشان معهمش الرخصة. إيه؟ هذا أمر ما ينفعش يبقى فيه تطوير لكرة القدم على الإطلاق. اللي حصل في منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي هو اللي وصل المنتخب النهاردة الأول معاه 8 لاعبين من هذه القطاعات في المنتخب الأول بتاع المملكة العربية السعودية. يعني البوريكين مثلا ده موجود، ده 23 سنة. نادي الفتح السعودي، هيثم العسيري 21 سنة أهلي جدة. ناصر الدوسري الباك الشمال بتاع الهلال 23 سنة. عبد الإله العمري 25 سنة نادي النصر السعودي. دي كلها. حسان السمبكتي ده أو التمبكتي عنده 25 سنة نادي الشباب. محمد الربيعي
حارس مرمى اهلي جده اللي بيلعب في القسم الثاني 25 سنه. سامي النجعي 25 سنه نادي النصر السعودي. سعود عبد الاله 22 سنه نادي الهلال السعودي. كل دول قطاعات منتخبات صغيره السن، ما جوش فجاه كده. دوري محترفين على مستوى عالي جدا. قدامكم ده ده المنتخب السعودي. دي الاهداف بتاعت المنتخب السعودي، وزي ما قلت لكم قطاعات الناشئين والشباب هي اللي طلعت هؤلاء النجوم للمنتخب السعودي. ما جاش من فراغ، البنى بيبتدي من تحت. اوعى تفتكر ان انت لو جبت كده لعيبه من فوق كده على بعضيهم كده هيحققوا شيء حقيقي، لا، لابد يبقى في تطوير للاداء من تحت لفوق، من تحت لفوق. لكن مفيش مره واحده هجيبهم من فوق هيبقوا منتخب على مستوى. ده فيما يتعلق بهذا الامر.